تخيل معايا شاب عنده قوة سحرية كبيرة، ولما بينام بيصحى يلاقي نفسه في عالم تاني وفي أسرة فقيرة، بس هو بيقرر انه يغير كل ده وبيبقى أشهر ساحر في العالم. ركز بقى معايا علشان الحكاية دي جامدة جدا، ويا ريت ما تفوتش ولا ثانية من الحكاية علشان هتعجبك جدا. فيا ريت ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ويلا بينا نكمل الحكاية. ده فيل شاب وسيم، بنشوفه واقف وبيستخدم قوته في تدمير الصخور، وفجأة بيظهر رودريك بيتكلم مع العمال وبيقول لهم يلا العرض انتهى، كل واحد يرجع لشغله. بيردوا العمال عليه وبيقولوا له حاضر يا سيدي. وبيظهر شاب اسمه كارل وبيتكلم مع فيل وبيقول له سحرك كان مفيد جدا النهارده، انت خلصت كل شيء في لحظة واحدة. بعدها بيمشي فيل وبيقول لهم انا هرجع لغرفتي. بيرد رودريك وبيقول له استنى بعد اذنك، احنا محتاجينك في المنطقة دي. وبعدها بنروح نشوف فيل بيخبط على بيته، بيدخل وبيقول لهم اهلا بيكوا وانا رجعت. بترد أليس وبتقول له تعالى ادخل، وبتقدم له الشاي، فبيشكرها فيل وبيقول لها شاي جميل. بترد أليس وبتقول له مالك انت شكلك تعبان جدا. بيرد فيل وبيقول لها انا فعلا تعبان بسبب الشغل الزياده اللي عليا. وبيكلموا الاطفال مع فيل، بيقولوا له اكيد السيد رودريك هو اللي بيخليك تشتغل كتير مش كده؟ بيتكلم فيل وبيقول لهم ايوه بس عادي مفيش مشكله، انا هدخل غرفتي دلوقتي عشان ارتاح شويه. وفعلا بيدخل غرفته وبينام على الكنبه، بس بيفوق مره واحده وبيقول انا لازم اشوف اللي ورايا. واول ما بيقوم بيجري يحضر الاكل وبيقعد قدامه، وللاسف ما بيكونش قادر يمسك نفسه من كتر التعب، وساعتها بينام. لكن اول لما بيصحى بيلاقي نفسه في مكان غريب، فبيتكلم وبيقول انا فين. ومره واحده بيبص على الطبق فبيلاقي نفسه صغير جدا، فبيتخض وبيقول اكيد ده حلم، انا لازم ارجع لغرفتي من تاني. ومره واحده بيظهر راجل كبير وبيقول له يلا تعالى عشان تعرف نفسك للناس. فبيستغرب فيل، بيقول له ناس مين وانا هنا بعمل ايه؟ بيرد الراجل وبيقول له رحب بضيوف حفلتنا يا غبي. بيرد فيل وبيقول له انا مش فاهم حاجه. وبيظهر قرتش وبيقول لهم انا سعيد بمجيئكم لحفلتنا، وسعيد كمان بسبب حفل زفاف اخويا الكبير كورت. وبعدها بيروح يقف ورا فيل وبيقول لهم انا عايزكم ترحبوا باخويا الصغير فيل. وبعد ما بيخلصوا بنشوف قرتش قاعد بيتكلم مع فيل، بيقول له انت اكيد كنت متوتر لانك لقيت نفسك وسط ناس كتير جدا. بيرد فيل عليه وبيقول له انا فعلا اتوترت وعايز اعرف ايه سبب الحفله دي. فبيفهمه قرتش وبيقول له احنا عاملين الحفله دي لان الليله حفله زفاف كورت على امالي، ودي بتكون الابنه التانيه للسيد ماينباخ، ووالدنا وافق على زواجها من اخونا لانها من عائله نبيله. فبيستغرب فيل وبيقول له انت تقصد تقول ان احنا من عائله نبيله؟ فبيرد قرتش وبيقول له ايوه احنا من عائله باومستار. وبعدها بنشوف فيل قاعد بياكل وبيقول انا اخيرا مش هحس بالجوع تاني. بعدها بنروح لتاني يوم وبنشوف فيل قاعد قدام الاكل مستغرب من شكله، فبيستغرب وبيقول لهم هو فين اخويا قرتش؟ فبترد والدته وبتقول له ان قرتش خرج وقال انه هيروح يصطاد. وفجاه الباب بيخبط فبيجري فيل عشان يفتح، واول لما بيفتح بيلاقي قرتش وبيقول له ايه انت ما اكلتش ولا ايه؟ بيرد فيل وبيقول له انا ما اكلتش لان الاكل مش حلو، وبعدين مش انت قلت لي ان احنا من عائله نبيله وغنيه؟ فبيضحك قرتش وبيقول له لا انا ما قلتش كده. فبيستغرب فيل وبيقول له حتى لو ما قلتش كده مش احنا كنا عاملين حفله كبيره جدا ليله امبارح؟ بيرد قرتش وبيقول له احنا فعلا كنا عاملين حفله كبيره بس ده كان عشان الفرح والمعازيم، وده ما يمنعش ان احنا فقراء. بيرد فيل وبيقول له طب فين الاكل الجميل اللي كان في الحفله؟ بيرد قرتش وبيقول له الاكل ده كان خاص بترتيبات الحفله بس، وللاسف هنرجع للخبز من تاني. فبيزعل فيل وبيقول مش مهم انا الاخ التالت واكيد هنورث لما والدنا يموت. ومره واحده بيتكلم قرتش مع اخوه هيلموت وبيقول له عملت ايه النهارده في الصيد؟ بيرد هيلموت وبيقول له ما عرفتش اصطاد اي حاجه. وبيظهر باول واللي بيقول لهم وانا كمان ما عرفتش اصطاد يا اخواتي. فبيستغرب فيل وبيقول هم مين دول؟ فبيرد قرتش وبيقول له ايه انت نسيت ان دول اخواتك وبيكونوا اخواته بس مش اشقاء. وبيقول له انت كمان لسه ما شفتش فالتر وكارل. فبيتخض فيل وبيقول له انت تقصد تقول ان انا الابن الثامن؟ بعدها بنروح نشوف فيل ماسك الخريطه وبيقول انا دلوقتي بعيش في عاصمه ستادبورج، وستادبورج دي تعداد سكانها 1,000,000 شخص. وبيتكلم وبيقول انا صحيت لقيت نفسي موجود في بيت عائله فقيره، ومره واحده بيلاقي والدته بتودع اولادها فبيجري عليهم وبيقول لهم انتوا رايحين فين؟ بيرد قرتش وبيقول له احنا اتفقنا على الرحيل من بعد زواج اخونا كورت. بيرد فيل وبيقول له بس انت لازم تقعد عشان الارض ممكن تتقسم في اي وقت. بيرد باول وبيقول له احنا اتنازلنا عن الميراث لاخونا كورت، كده كده الارض مش كبيره ومحدش فينا هيستفاد منها. فبيتضايق فيل وبيقول لهم انتوا فاشلين ومحدش فيكم هيعرف يتصرف لوحده. بيرد باول وبيقول له احنا هنتعلم القراءه والكتابه وهنلتحق بالاختبارات عشان نكون جنود او نتولى اي منصب. وبيقعد قرتش قدام فيل وبيقول له لو فضلت تضيع في الوقت مش هتعمل اي شيء مفيد. وبعد ما بيودعوا بعض بيروح فيل يدور على كتب، لكن مره واحده بيلاقي كوره بتقع من المكتبه فبينزل وبيمسك الورقه وبيقول يعني الكوره الكريستال دي تقدر تحسب قوه السحر اللي موجوده عند الناس؟ طب ازاي مكتوب ان السحر موجود عند كل الناس؟ ده مفيش غير واحد من الاف الناس اللي بيقدر يستخدمه، انا لازم اقعد واجرب. وفعلا بيقعد فيل وبيحط الكوره قدامه، واول ما بيجرب بيلاقي
الكوره بتنور، فساعتها بيتخض وبيمسك الورقه. وهنا بيكتشف حاجه اول لما الكوره بتنور زي قوس القزح، بتنور لما حد يجرب ويكون عنده الكفاءه السحريه. وبيتفاجئ فيل وبيجري عشان يدور على كتب للسحر، بس للاسف مش بيلاقي. وبيدخل والده وبيقول له اخرج للغابه وما تلعبش في حاجه ما تخصكش. فبيسمع فيل الكلام وبيخرج عشان يحاول يتعلم السحر. ومره واحده بيظهر شخص غريب وبيقول له انا اخيرا لقيت شخص شبهي. فبيتخض فيل وبيقول له انت مين وعايز ايه؟ فبيقرب الشخص من فيل وبيقول له ما تقلقش انا ساحر سابق هنا في العاصمه. وفجاه بيظهر خنزير ضخم وبيهاجم عليهم، فبيخاف فيل وبيقوم عشان يجري، بس قبل ما يعمل كده بيمسكه الساحر وبيقول له ما تخافش منه، اقف وجمع كل السحر اللي جواك عشان تقدر تتخلص منه. فبيسمع فيل الكلام وبيقدر يستخدم اول تعويذه، فبيتخض وبيقول هو انا اللي عملت كده؟ بيرد الساحر عليه وبيقول له مبروك عليك، انت قدرت تستخدم اول تعويذه، ودلوقتي هعرفك على نفسي. انا الساحر ألفريد وعايز اعرفك انك هتكون افضل ساحر في العالم. بعدها بنشوف ألفريد بيقول له انا عايز اعلمك السحر. فبيتخض فيل وبيقول له انت عايز تعلمني ليه؟ وبعدين انا مش معايا فلوس عشان اتعلم. فبيقف ألفريد وبيقول له انا مش عايز فلوس، انا هعلمك عشان عايز تلميذ. فبيفرح فيل في سره وبيقول انا موافق يا معلمي ومستعد لاي تدريب. بيرد ألفريد وبيقول له احنا هنبدا من بكره، بس عايزك تخلي امر السحر ده سر ما بيننا. فبيستغرب فيل وبيقول له انت ليه عايز نخلي الموضوع سر؟ بيتكلم ألفريد وبيقول له انت لازم تخليه سر، لان الناس لو عرفوا انك بتستخدم السحر هيخلوك الحاكم القادم، وده بقى ممكن يسبب نزاع في الخلافه. بيرد فيل وبيقول له انت فاهم غلط، انا مستحيل اكون الحاكم لان الابن الثامن. فبيقعد ألفريد وبيقول له انت اللي مش فاهم اي حاجه، انت ممكن تكون الحاكم بكل سهوله، وده بس لانك بتقدر تستخدم السحر. بعدها بنروح لتاني يوم وبنشوف ألفريد واقف بيتكلم مع فيل وبيقول له دلوقتي احنا هنبدا في طباعه الساعه. فبيستغرب فيل وبيقول له انت تقصد ايه؟ بيرد ألفريد وبيقول له انا عايزك تتعلم طباعه الساعه عشان قوتك تزيد. فبيتكلم فيل وبيقول له هو انا ممكن ساعتي تكون بنفس قدر ساعتك؟ بيرد ألفريد وبيقول له هات ايدك، عايزك بقى تتخيل ان المانا بتتوزع في جسمنا من خلال الدايره دي. فبيسمع فيل الكلام وبعد ما بيخلصوا بيتكلم ألفريد وبيقول له انا دلوقتي اتاكدت ان المانا بتاعتك تقدر تتغلب على المانا بتاعتي. بعدها بنروح نشوف السيد لايت واقف قدام الكوره الكريستال وبيقول انا متاكد ان الكوره كانت فوق واكيد حد حركها. وبيظهر كورت وبيقول له ممكن يكون حد دخل هنا واحنا مش موجودين. فبيفتكر لايت وبيقول فيل اللي كان موجود هنا هو دلوقتي ممكن يكون فاكر انه بيمتلك الكفاءة السحرية وبيفضل يضحك. وبنرجع تاني نشوف فيل بيتدرب على السحر وفجأة بيظهر ألفريد وبيقول له ما كنتش متوقع انك تتعلم سحر متطور زي ده خلال ايام. فبيفرح فيل جدا وبيقول له الفضل كله يرجع ليك، لو انا كنت بتعلم لوحدي عمري ما كنت هوصل للمرحلة دي. وبيسأله عن السلة اللي في ايده فبيرد ألفريد وبيقول له دي سلة مليانة بالخضروات الجبلية، مش انت قلت لعيلتك انك هتخرج تدور على اكل؟ وبعدها بنروح نشوف فيل وعيلته وهم قاعدين على الترابيزه وبيتكلم لايت مع فيل بيقول له هو انت جبت الفاكهه دي منين؟ انا عارف انها بتنمو في الجهه الاخرى من النهر ومفيش جسر للعبور. فبيخاف فيل وما بيردش. فبيتكلم لايت وبيقول له انا واثق انك فاشل وخليت حد كبير يساعدك وبيقعد يضحك. وبعدها بنروح نشوف ألفريد وهو شايل فيل في السماء وده عشان يدربه على سحر الطيران. ومره واحده بيبص فيل على طائر الهوري وبيصطاده وبعدها بيقعد عشان ياكله. وبيتكلم فيل مع ألفريد بيقول له انا اول مره اكل طائر بالجمال ده، انت ممكن تجرب؟ فبيوافق ألفريد وبيقول له انا هجربه عشانك انت، وكمان انا عايز انصحك نصيحه. بيرد فيل وبيقول له اتفضل. بيتكلم ألفريد وبيقول له انا مش عايزك تتعمق في الغابه. فبيستغرب فيل وبيقول له ليه؟ بيرد ألفريد وبيقول له لان الغابه المسحوره موطن للعديد من الوحوش وبالرغم من ده هي مليئه بالغذاء الغني. وبعدها بيقوموا عشان يتعلموا سحر الماء. فبيتكلم فيل مع ألفريد وبيقول له انا حاسس ان اخويا كورت بيراقبني. بيرد ألفريد وبيقول له هو اكيد عرف انك بتمتلك السحر وخايف انه يخسر حقوقه في الخلافه. بيرد فيل وبيقول له انا مش عايز املك حكم الخلافه لو ده هيخسرنا اخويا. بيرد ألفريد وبيقول له انت لازم تقول لهم انك عايز تغامر. ومره واحده بيحصل شيء غريب في دراع ألفريد وبعدها بنشوف لايت بيتكلم مع فيل وبيقول له انت عايز تقدم في اكاديميه المغامرين؟ بيرد فيل وبيقول له ايوه انا بفكر اسجل فيها، هعمل كده لما تم 12 سنه. بيرد لايت وبيقول له انا موافق بس في مشكله كبيره وهي اننا ما عندناش مال كافي عشان نقدم لك في الاكاديميه. وبعدها بنشوف ألفريد بيتكلم مع فيل وبيقول له دي فروسيه باومستار وفي الشمال ورا الجبال دي موجود دوكيب بلايخر. بيرد فيل وبيقول له البلد دي بتحتوي على اكاديميه المغامرين مش كده؟ بيرد ألفريد وبيقول له ايوه لكن للاسف فرايخابورغ بعيده جدا ومش هتقدر توصل لها، هتوصل لها بس لما تتعلم سحر الترحال. فبيستغرب فيل وبيقول له يعني ايه سحر الترحال؟ فبيمسكوا ألفريد وبيطلعوا في السماء وبيقول له ده سحر الترحال، انك تقدر تتحرك في اي مكان باقصى سرعتك. وبعدها باسبوعين بنشوف ألفريد بيتكلم مع فيل وبيقول له تدريبك على سحر الترحال هينتهي بكره. فبيتفاجئ فيل وبيقول له بس انا لسه ما بعرفش اتحكم في السحر ومستحيل اقدر اتقنه في يوم واحد. بيرد ألفريد وبيقول له ما تقلقش
تقلقش، كل شيء هيكون بخير. وبعدها بنروح نشوف لايت وهو بيتكلم مع عيلته وبيقول لهم انا سمعت ان تم رصد ميت همس في الغابه. بترد امالي وبتقول له يعني ايه ميت همس؟ بيتكلم لايت وبيقول لها يعني ميت حي. ميت حي بيستعيد قوته وشكله مش بيختلف كتير عن شكل البشر، وجسمه بيكون بارد جدا وبشرته بتكون شاحبه، وبعد 5 سنوات بيتحولوا لزومبي عشان يطاردوا الناس وياكلوهم. فبيتخض فيل وبيفتكر الفريد اول لما بيسمع المواصفات دي. وبعدها بنشوف فيل وهو رايح لالفريد وبيقول له انا سمعت ان في وحش اسمه الميت الهامس ظهر في الغابه، وانا جاي دلوقتي عشان اخدك معايا للقصر. مش عارف بس حاسس ان المكان ده بقى خطر عليك. بيرد الفريد وبيقول له ما تقلقش مفيش حاجه هتاذيني. بيرد فيل وبيقول له انا عارف بس احنا لازم نمشي من هنا. فبيتكلم الفريد وبيقول له انا الميت الهامس. فبيتخض فيل وبيقول له لا انت مش ميت. بيتكلم الفريد وبيقول له كل شيء حصل من 5 سنوات لما ابن الدوك اصيب بمرض العضال، وساعتها كان لازم نلاقي دواء للشفاء. فامرني الدوك اني اروح للغابه وادور على الدواء، واما رحنا هناك ما قدرناش على الوحوش وللاسف اتهزمت، ومن ساعتها وانا ميت هامس. والشرط الوحيد عشان اموت للنهايه هو اني الاقي تلميذ شاطر زيك، تلميذ اعلمه سحري. وعشان كده اول ما حسيت انك انت التلميذ القوي ده جريت عشان اعلمك السحر. وعايز اطلب منك طلب اخير، طلب تاكد لي فيه انك اقوى ساحر، وهو انك تدمرني. فبيتخض فيل وبيقول له انت عايزني ادمرك؟ فبيكلم الفريد وبيقول له انا عايزك تدمرني عشان ما تحولش لزومبي وهاجم الناس. بيرد فيل وبيقول له انا مش هقدر اعمل كده. فبيقرب الفريد منه وبيقول له انا دلوقتي هعلمك استخدام السحر المقدس، لما تتعلمه هتقدر تدمرني. فبيتضايق فيل وبيقول له انا مش هيجيلي قلب امحيك يا معلمي. بيرد الفريد وبيقول له انت تلميذي العزيز ولازم ترحمني من العذاب. فبيوافق فيل وبيقدر انه يمحي الفريد، وبعد ما بيعمل كده بيفضل يعيط. وبعدها بنشوف فيل وهو بيودع عيلته، وبنتفاجئ بان فيل دخل لاكاديميه المغامرين وبنشوفه قاعد مع اصدقائه. وبعدها بيقوم عشان يعرف نفسه، وبعد ما بيخلص بيقف المدرس وبيوزع عليهم بطاقات وبيقول لهم دي بطاقه لكل واحد عشان تجمعوا مجموعات. وبعدها بنشوف فيل قاعد بياكل لوحده وبيقول انا حاسس اني منبوذ. بعدها بنروح نشوف ايانا بتتكلم مع صديقتها لويس وبتقول لها الطالب اللي قاعد لوحده ده هو الوحيد اللي جاي من باومستار. بترد لويس وبتقول لها انا سمعت ان قوته السحريه بتناظر المغامرين رفيع المستوى. ومره واحده بيظهر اير صديقهم وبيقول لهم انا كمان سمعت ان المعلم عايز يتنازل عن تعليمه لانه شاطر جدا في السحر، ولو انتوا شكلتوا معاه مجموعه نجاحكم هيكون مضمون جدا. بترد وبتقول له انت تقصد ان احنا نكون معاه في نفس المجموعه؟ بيرد اير وبيقول لها ايوه بالظبط كده، ولازم نلحق نعمل كده لان الطلاب كلهم بيفكروا في نفس الموضوع. وفعلا قبل ما يقوموا بيلاقوا طالب بيتكلم معاهم وبيقول لهم انتوا اكيد عايزين تنضموا للشاب القوي ده، لكن لازم تعرفوا ان ده بعينكم، هو هيعترف بينا احنا لان احنا ثلاثي الفاس. وبيفضلوا يضحكوا. وبعدها بنشوف المدرس بيتكلم مع الطلاب وبيقول لهم انا واثق ان بعضكم هنا مش بياخد معاش من عيلته، وواثق كمان انكم عايزين تشتغلوا عشان تجمعوا مصاريفكم، وعشان كده احنا هنعلمكم الصيد عشان تجمعوا المال. وفعلا بيتعلم الطلاب الصيد وبتتجمع كل مجموعه وبيصطادوا فارستهم. وبنشوف اير بيتكلم مع اينا ولويس بيقول لهم انتوا اكيد كنتوا من عيله كبيره، انتوا قدرتوا تستخدموا السيف بكل سهوله. بترد اينا عليه وبتقول له ايوه احنا كنا من عيله كبيره. بيتكلم اير وبيقول لها انا بقى من عائله فقيره، لكن كنت بحب المبارزه جدا وتعلمتها من صغري. ومره واحده بنشوف فيل ماسك شنطه سحريه صغيره فبيستغرب المعلم وبيقول له فين فارستك؟ فبيفتح الشنطه وبيطلع حيوانات كتير جدا. فبيستغرب كل الطلاب وبيسيبوه وبيمشوا. وبيكلم المعلم وبيقول له انت جبت الشنطه السحريه دي منين؟ فبيرد فيل وبيقول له الشنطه دي كانت هديه من معلمي. بيرد المعلم وبيقول له خد دي مكافئتك واتمنى انك تصطاد تاني. فبيفرح فيل جدا وبيلف عشان يقول للطلاب انا هعزمكم على حسابي، بس للاسف مش بيلاقي حد. وبعدها بنروح نشوف اير قاعد بيتكلم مع اينا ولويس وبيقول لهم انا دخلت اكاديميه المغامرين لان اخويا قال لي اني مستحيل اورث العرش لان الاخ السادس. بترد لويس وبتقول له احنا كمان زيك. فبتتضايق اينا وبتقول لهم انا مش هستسلم، انا لازم اجمع عدد كبير من الفرائس. وبعدها بنروح لتاني يوم وبنشوف لويس بتتكلم بتقول لهم احنا ما كانش المفروض نيجي الغابه، كان لازم نسمع كلام المعلم لانه نهانا عن المجيء لهنا، بس للاسف ما عندناش حل تاني. ومره واحده بتقف اينا وبتقول لهم محدش يتحرك لان الذئاب في كل مكان. وفعلا بيظهر عدد كبير من الذئاب وبنروح نشوف فيل واقف بيبص عليهم وبيقول اكيد دول اصدقائي في الفصل، ولو انقذتهم هتعرف عليهم وهنكون مجموعه. وفعلا بيقدر يروح ينقذهم وبيقول لهم انتوا بخير؟ بترد اينا وبتقول له احنا اسفين. بيرد فيل وبيقول لها مفيش مشكله انا ما عملتش غير الواجب. فبيرد اير على فيل وبيقول له احنا كنا رايحين الغابه عشان نصطاد فرائس ونخليك تعترف بينا. وفجاه بيدخل المعلم وبيقول لهم انا عايز اقول لكم على خبر حلو. بيرد اير وبيقول له اتفضل. فبيقول لهم كل الطلاب جالهم دعوه حضور لحفله حديقه من استضافه دوج بلايخر. وبعدها بنشوف اير قاعد بيتكلم مع لويس واينا وبيقول لهم احنا لازم نحضر زي رسمي عشان نحضر بيه الحفله. الدوج صاحب الحفله لو عجبه سحرنا ممكن يشغلنا مساعدين. فبيضحك
فريق ثلاثي الفاس، وبيقولوا له انت لو فاكر ان الدوك هيختاركوا تبقى عبيط. وبعدها بنروح للحفله وبنشوف الدوك وهو رايح يتكلم مع فيل وبيقول له انا اماديوس. بيرد فيل وبيقول له انا سعيد بمعرفتك. بيرد الدوك وبيقول له انا كمان سعيد لان دي اول مره اشوف فيها حد من الباومي ستار. بيتكلم فيل وبيقول له انا جيت لان عائلتي بتمر بفقر شديد. فبيتكلم الدوك وبيقول له انا عايز اتكلم معاك شويه. بيرد فيل وبيقول له انا موافق لكن في اشخاص عايزهم معايا، وبيشاور على اير واينا ولويس وفعلا بياخدهم معاه. وبعدها بنشوف اماديوس بيتكلم مع برانتاغ وبيقول له ده فيل ساحر بلاطي وكان تلميذ تحت ايد الفريد. فبيقرب برانتاغ من فيل وبيقول له انا سعيد بمعرفتك وعايزك تعرف اني كنت معلم لالفريد. فبيتخض فيل وبيقول له بجد؟ فبيتكلم برانتاغ وبيقول له ايوه بجد، وكمان لازم تعرف ان الفريد كان عنده قوه اكبر من قوتي وانه واحد من افضل 5 سحرة في القاره، وانا جايبك هنا لان واثق ان انت الساحر اللي اعترف بيه الفريد، وكمان عشان انت معاك الشنطه السحريه بتاعته. وبنلاحظ ان فيل بيبعد عن برانتاغ. فبيتكلم الدوك وبيقول له هو ممكن يكون سرقها من الفريد؟ فبيرد برانتاغ وبيقول له لا، مستحيل اي حد يقدر يستخدم الشنطه دي غير لما الفريد هو اللي يديها له. بيرد فيل وبيقول لهم ايوه انا تلميذ الفريد. فبيرد برانتاغ وبيقول له احكي لي عن لحظاته الاخيره. بيرد فيل وبيقول له عادي ما كانش بيتألم. فبيتكلم برانتاغ وبيقول له انا متشكر ليك جدا لانك ما خليتش الفريد يتألم. فبيرد فيل وبيقول له صحيح، عايز اعرفك ان الحقيبه اللي كان بيحملها معلمي كانت بتحتوي على امدادات بتخص بعثه الالفي للغابه المسحوره. وبعدها بنروح نشوف لويس بتتكلم مع اصدقائها بتقول لهم انا حزينه جدا لان احنا ما وقفناش جنب فيل. وفجاه بنشوف فيل بيجري عليهم وبيقول لهم انا اسف على التاخير، للاسف ما عرفتش اجي بدري لاني خدت وقت وانا بسلمهم الامدادات. فبترد اينا وبتقول له احنا اسفين ليك جدا. فبيستغرب فيل وبيقول لها بتتاسفي ليه؟ فبيرد اير وبيقول له عشان احنا كنا عاوزين نستغلك عشان نغير حياتنا للافضل. فبيرد فيل وبيقول لهم مفيش داعي للاسف لان انا كمان عايز استغلكم واخدكم معايا عشان ما اروحش مع برانتاغ لوحدي. بترد اينا وبتقول له انت تقصد ان انت موافق على الانضمام لفريقنا؟ بيرد فيل وبيقول لها ايوه موافق، مش عارف بس حاسس اني هستمتع معاكم. ومره واحده بيظهر اماديوس لفيل وبيقول له انا عايز اقول لك اني هصرف لك 1000 قطعه ذهبيه لان الامدادات اللي انت سلمتها دي كانت مهمه جدا. فبيتخض اير واصدقائه وبيتخض فيل اكتر من المبلغ وبيكلم برانتاغ وبيقول له كمان هنخليك تورث املاك معلمك الفريد. كده بقى ربنا كرمه من وسع والبليه لعبت. بتبدا حكايتنا وبنشوف اينا قاعده بتتكلم مع فيل وبتقول له انت واثق ان احنا لازم نروح معاك لحفل الزفاف؟ بيرد فيل وبيقول لها ما تقلقيش انا واثق لان اخويا ايريخ هو اللي قال لي هات اصدقائك معاك. وبتظهر لويس وبتقول لهم انا حضرت الزي ده عشان احضر بيه الحفله. فبتستغرب اينا وبتتكلم مع فيل وبتقول لهم انه بلاها يحضروا حفل الزفاف. بيرد فيل وبيقول لها ايريخ هيتجوز من آل براند وانا سمعت انهم من الفروسيه يعني اكيد بعض النبلاء هيحضروا. ومره واحده بنلاقي اير واقف خايف وبيقول انا مش واثق في السفينه دي لانها بتطير في السماء. وبيظهر برانتاغ وبيقول له ما تقلقش يا صغير لازم تعرف ان السفينه دي مش هتقع بسهوله. فبيهدى اير وبيقول له انا كده اطمنت. فبيرد برانتاغ وبيقول له ما تطمنش قوي برضه عشان لو اتعرضنا لهجوم تنين ضخم هنقع على طول. وفعلا فجاه بيظهر تنين ضخم وبعدها بنروح نشوف الركاب بتتخانق مع الحارس بيقولوا له احنا عايزين حد يشوف حل للهجوم ده احنا كده ممكن نموت. فبيرد الحارس وبيقول لهم مش عايز حد يقلق الساحر القوي برانتاغ موجود وهيحل المشكله. وبنرجع تاني نشوف برانتاغ بيتكلم مع فيل واصدقائه محركين السفينه وبيقول لهم انا للاسف مش هقدر اتغلب على التنين لان التنين ده ميت حي والطريقه الوحيده لهزيمته هي تطهيره بالسحر المقدس. فبيتخض محرك السفينه وبيقول له انت تقصد ان احنا هنموت؟ فبيرد برانتاغ وبيقول له ما تقلقش احنا معانا ساحر بيقدر يستخدم السحر المقدس على السفينه. فبيتخض فيل وبيقول له انت اكيد مش قصدك عليا. فبيرد برانتاغ عليه وبيقول له لا انا اقصدك انت. وبعدها بنشوف برانتاغ واقف بيتكلم مع فيل وبيقول له انت لازم تستعد لانك هتخرج تواجه التنين لوحدك. فبيرد فيل وبيقول له انا مستعد. وبيتكلم برانتاغ وبيقول له ما تقلقش على الركاب والسفينه انا هحميهم بالحاجز السحري. وفعلا بيخرج فيل من السفينه وبيقدر انه يتغلب على التنين. وبعد ما بيخلص بيبص على برانتاغ فبيلاقيه بيشاور على الحقيبه السحريه. فهنا بيفهم وبيقول ياه انا نسيت انه قال اجمع العظام في الحقيبه. وبعدها بنشوف الركاب وهم بيحتفلوا بنجاه السفينه وبنشوف برانتاغ بيتكلم مع فيل وبيقول له احنا شكلنا هنوصل للعاصمه بامان. فبيرد فيل عليه وبيقول له انا عايز اوصل للعاصمه في اسرع وقت عايز اتسوق واشوف الناس اللي هناك. وهنا بيظهر ارتيريو وبيقول له للاسف التسوق ممكن يكون صعب. فبيتفاجئ برانتاغ وبيقول له هو انت كنت معانا على السفينه؟ بيتكلم ارتيريو وبيقول له ايوه انا كنت موجود واستمتعت بالمشاهده اثناء هزيمه التنين. فبيتكلم برانتاغ مع فيل وبيقول له انا نسيت اعرفك بارتيريو ده كان احد شركائي لما كنت مغامر ودلوقتي اصبح رئيس شركه تجاريه ضخمه في العاصمه ومعروف جامد بعلاقاته السياسيه المهنيه. بيرد فيل وبيقول له انت تقصد تقول ايه على التسوق؟
فبيتكلم ارتيريو وبيقول له هتفهم كل شيء لما نوصل العاصمه، وبيكونوا خلاص قربوا من العاصمه واللي بيكون اسمها استاد بورغ. وبعدها بنروح نشوف اير واقف بيتكلم مع اصدقائه وبيقول لهم اخيرا وصلنا، ايه رايكم نروح نتفسح الليله في العاصمه؟ فبتفرح لويس جدا وبتقول له انا موافقه، وكمان انا عايز اشتري زي من محلات العاصمه. بيرد برانتاغ وبيقول لهم انا مش هقدر اجي معاكم لان عندي شويه التزامات، وبيسيبهم وبيمشي. وفجاه بنشوف فارن قائد الجنود بينزل من على الحصان وبيقرب من فيل وبيقول له انا مبسوط جدا من ادائك في قتل التنين، وجلالته منتظرك في القصر ولازم تيجي معانا. وفعلا بيروح فيل مع القائد، بيوصلوا للقصر وسمو الامير بيتكلم مع فيل بيقول له انا عايز اشكرك لانك قدرت تقتل التنين وتحمي ركاب السفينه، وعشان كده انا همنحك المرتبه السادسه من البارونيت. فبيتخض فيل وبيقول له شكرا، انا هكون خادم تحت ايد جلالتك وهفضل في خدمه المملكه وشعبها. وبعدها بنشوف ايريخ بيتكلم مع برانتاغ وبيقول له انت المفروض كنت رحت مع فيل عشان ما يكونش متوتر. فبيرد برانتاغ وبيقول له ما تقلقش، فيل قوي وهيقدر يتصرف لوحده. فبيتكلم اير وبيقول له هو فيل هيكون بارونيت؟ بيرد برانتاغ وبيقول له اكيد سهل يوصل لها لانه شاب ذكي ونبيل. فبيستغرب ايريخ وبيقول لهم انا مش مصدق ان فيل هيحصل على رتبه اعلى من رتبتي. فبيتكلم برانتاغ وبيقول له للاسف لازم تصدق، وكمان اسم فيل هيتشطب من سلاله عيلتكم. فبتحزن اينا وبتقول له معنى كلامك ان فيل هيفارقنا. بيرد برانتاغ وبيقول لها ما اقدرش اقرر لان فيل هو اللي هيقول اذا كان يفضل معاكم او يعيش هنا في العاصمه. وبعدها بنروح نشوف ادغار بيتكلم مع روكنر وبيقول له احنا هنكافئ فيل ب 170 الف قطعه ذهبيه، وده عشان عظام التنين اللي هو جابها. بيرد روكنر وبيقول له اعتقد ان 130 حلو. فبيتضايق ادغار وبيقول له انت عايز تبخل على الشخص اللي كان هيضحي بحياته عشان ينقذ السفينه؟ فبيتكلم روكنر وبيقول له انا مش ببخل لكن الظروف مش هتسمح، واكيد فيل هيتقبل الوضع. وبيظهر الكاردينيال هوينهايم وبيقول لهم اهدوا، انتوا الاثنين عندكم وجهه نظر كويسه وعشان نحل المشكله هنخليهم 150. وبعدها بنشوف ارتيريو بيتكلم مع فيل وبيقول له ده شاب بيعمل حركات بالرمح عشان يعجبك وتاخده كحارس ليك. فبيستغرب فيل وبيقول له انا ليه هحتاج حارس؟ بيرد ارتيريو وبيقول له انت لازم تحتاج لحارس لانك كسبت ميداليه التنين التوأم واللي مش بيكسبها اي حد. وبعدها بنروح لتاني يوم وبنشوف فيل وهو بيسلم على اخواته وبيقول لهم انتوا شكلكم مش فرحانين عشان شفتوني. بيرد ايريخ وبيقول له بالعكس احنا فرحانين جدا. وبيتكلم هيلموت وبيقول له في رساله جات لك من كورت بيعرفك فيها انه مش هيقدر يبعت الفلوس اللي هنعمل بيها الحفله. بيرد فيل وبيقول له ما تقلقش انا اللي هدفع فلوس الحفله، وفعلا بيدفع فيل الفلوس وبيكمل الحفله. وبعدها بنروح نشوف ارتيريو بيتكلم مع فيل وبيقول له انا دورت على الشيء ده كتير جدا وما لقيتوش في اي محل لكن كلمت تاجر مخصوص وعرفت اجيبهولك. فبيتفاجئ فيل وبيقول له انت تقصد انك جبت لي الكومي كوجي؟ فبيرد عليه وبيقول له ايوه التاجر جابه من موزوه الشماليه. وبعدها بنشوف فيل واصدقائه وهم بيطبخوا وبعدها بيقعدوا ياكلوا مع العائله. وبنشوف هوينهام بيتكلم مع حفيدته إيليس وبيقول لها انا عندي ليكي عريس كويس. وبنشوفه بيفتح الباب لفيل وبيقول له اتفضل ادخل والشاي هيجي لك حالا. فبيرد فيل وبيقول له شكرا لحضرتك على دعوتك ليا ودي هديه بسيطه جدا واتمنى ان حضرتك تقبلها. فبيفرح هوينهام وبيقول له طبعا هقبلها. وبعدها بيقعدوا مع بعض وبتدخل إيليس بالشاي. فبيتكلم هوينهام وبيقول لها عرفي نفسك لفيل. فبترد وبتقول له انا إيليس كاتارينا. فبيقف هو كمان وبيقول لها انا فيل باوميستر. وفجاه بيبص في عينها وبيلاحظ حاجه غريبه. فبيتكلم هوينهام وبيقول له انت لحقت لاحظت؟ بيرد فيل وبيقول له هي بتقدر تستخدم السحر مش كده؟ فبيتكلم هوينهام وبيقول له ايوه هي بتقدر تستخدم سحر العلاج المقدس. بيرد فيل وبيقول له السحر الوحيد اللي بقدر استخدمه هو سحر التطهير. وبيساله وبيقول له هي إيليس هتقدم في الكهنت؟ بيرد وبيقول له للاسف ما ينفعش لانها لازم تتجوز. فبيقعد فيل وبيقول له إيليس بنت جميله واكيد بيتقدم لها عرسان كتير. بيتكلم هوينهام وبيقول له الصراحه هي هتقدم لها عرسان كتير من عائلات كبيره لكن للاسف هي بترفض. فبيضحك فيل وبيقول له طب لو انا اتقدمت لها هترفض برضه؟ بيرد هوينهايم وبيقول له انت عايز تتجوز حفيدتي؟ فبيرد فيل وبيقول له انا اكيد بهزر انا اصلا لسه ما كملتش سن الرشد. بيرد هوينهايم وبيقول له عادي احنا ممكن نعمل لكم حفله زفاف بعد ما إيليس تتم السن لان إيليس لسه عندها 12 سنه. فبيضحك فيل وبيقول له يعني انا هودي حياتي العزوبيه بعد 2 بالظبط؟ بيرد هوينهايم وبيقول له ايوه انتوا كده تعتبروا مخطوبين. الراجل عايز يلزقها له باي طريقه. وبعدها بنروح نشوف هوينهايم بيتكلم مع العامل وبيقول له انا خلاص ضمنت جواز حفيدتي من البارونيت. فبيرد العامل وبيقول له الف مبروك يا مولاي. فبيرد هوينهايم وبيقول بس في مشكله انا لسه ما قلتش حاجه للدوق بلايخر. بيرد العامل وبيقول له ما تقلقش يا مولاي الدوق اكيد مش هيمانع، فيل شاب ذكي ونبيل والدليل على ده هديته الغاليه. بيرد هوينهايم وبيقول له انا واثق ان فيل مش بارع في السحر بس. وبنروح نشوف اير بيتكلم مع فيل وبيقول له انا مش مصدق انك تروح في زياره وترجع خاطب. فبيقف فيل وبيقول له انا فعلا ما لحقتش افكر ولو كنت فكرت ما كنتش هوافق لاني عايز اعيش حياتي مع البنت اللي هحبها. وبعدها بيظهر إيريخ لفيل وبيقول له احنا مش بنشوف زوجاتنا غير في يوم الزفاف. وبعدها بنشوف فيل واقف بلبس بهلوان وبيقول ايه لازمه اللبس والتنكر ده؟ فبيرد اير وبيقول له مش انت قلت انك عايز تتفسح في العاصمه؟ انت قلت انك مش عايز حد يعرفك. بيرد فيل وبيقول له تفتكر أليس متضايقه من موضوع خطوبتنا؟ بيتكلم
اير وبيقول له اكيد لا، دي زمانها فرحانه جدا وبتقول انا محظوظه لاني هتجوز قاتل التنين. بيرد فيل وبيقول له تفتكر كلامك ده صح؟ بيرد اير وبيقول له مش انت قلت انها كانت مبتسمه وانتوا بتتكلموا في الموضوع؟ بيرد فيل وبيقول له ايوه انا قلت انها فرحانه، بس هي ممكن تكون بتمثل الفرحه قدام جدها بس. وبعدها بيتمشوا في العاصمه، ومره واحده بيبص فيل فبيلاقي الشخص اللي كان عايز يكون حارس ليه، فبيخاف وبيحاول انه يستخبى منه، لكن للاسف ما بيلحقش والشخص بيجري عليه وبيقول له انت البارونت فيل مش كده؟ بيرد فيل وبيقول له لا، فبيعلي الشخص صوته وبيقول له ما تكدبش، انا عرفتك من سنانك يا فيل. وساعتها بيعرف الناس انه البارونت فيل، والناس كلهم بيجروا عليه بس محدش بيلحق يجي جنبه، وده لان الشخص الغريب ده بيخفيه. وبنروح نشوف إيريخ قاعد بيتكلم مع فيل وبيقول له ما كنتش متخيل انك هترجع بالسرعه دي بسبب الناس. فبيتكلم فيل وبيقول له انا مش عارف ليه الناس كلها عايزين يكونوا حراسي. فبيرد إير عليه وبيقول له ايه رايك اكون انا التابع بتاعك؟ فبيرد فيل وبيقول له انا موافق، وبيقوم يمشي وبيسيبهم. وبعدها بنروح نشوف فيل وهو نايم وبيكون مستخبي من هوينهايم، ومره واحده بتظهر إليس وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيتخض فيل وبياخدها وبيجروا، وبعدها بنشوفه بيتكلم معاها، بيقول لها انا عايز اتكلم معاكي في موضوع. بترد إليس وبتقول له ماشي، بس تعالى نرجع للقصر عشان اعمل شاي ونتكلم. بيرد فيل وبيقول لها لا انا مش هرجع القصر، انا عايز اكلمك على انفراد. فبتوافق إليس وبيقعدوا مع بعض، وبيتكلم فيل وبيقول لها ايه رايك في موضوع الخطوبه؟ فبترد إليس وبتقول له كويسه لان جدي اللي مختارها. فبيستغرب فيل وبيقول لها بس انت ما تعرفيش اي شيء عني، مفيش حد هنا في العاصمه ما يعرفش عن بطولات البارونت، انت اتشهرت جدا من ساعه ما قتلت التنين، وبعدين انا فرحانه جدا لاني هكون زوجه لشخص نبيل زيك. وبعدها بنروح نشوف اير واقف بيتكلم مع اينا ولويس وبيقول لهم انا هكون حارس فيل الخاص. فبتتخض اينا وبتقول له انت اكيد بتهزر. بيرد اير وبيقول لهم انا بتكلم بجد، ودلوقتي انتوا بقيتوا صغيرين جدا بالنسبه ليا. فبتتضايق لويس وبتقول احنا كمان لازم نكون حراس فيل. فبيرد اير وبيقول لها انت بتحلمي، فيل مش هيوافق على حد غيري، بس برضه ما تقلقوش انا هوصيه عليكم. ومره واحده بتظهر زوجة إيريخ وبتقول لهم انا عايزه حد يساعدني في تقشير البطاطس. فبيرد إيريخ وبيقول لها انا هساعدك يا حبيبتي. وبنشوف لويس متضايقه وبتقول انا عرفت ازاي هنخلي رتبتنا اعلى من رتبه اير. فبترد اينا وبتقول لها ازاي؟ فبتتكلم لويس وبتقول لها احنا هنتجوزه عشان لما نعمل كده هيكون عندنا سلطه وهنقدر نذل اير. فبتستغرب اينا وبتقول لها انت نسيتي إليس؟ فبترد لويس وبتقول لها لا ما نسيتش بس انا هتصرف. وبيظهر فيل وبيقول لهم انا رجعت. فبتتكلم لويس مع اينا وبتقول لها يلا بينا ندخل على خطه الاغراء، وفعلا بتلبس زي غريب بس هو عادي ولا كانه شايفها وبيسيبها وبيخرج. وبعدها بنشوف لويس بتتكلم مع اينا وبتقول لها انا عايز اتجوز فيل عشان افتح مدرسه للاطفال واخلي عيلتي يعترفوا بيا. بترد اينا وبتقول لها انا هساعدك. وبنروح نشوف الخادم واقف بيتكلم مع فيل وبيقول له اتفضل دي دعوتك على العشاء بكره مع إليس. وبنروح لتاني يوم وبنشوف فيل قاعد بيتعشى مع إليس، واول ما بيدوق الاكل بيقول لها ده سمك المرجان مش كده؟ بترد إليس وبتقول له ايوه برافو عليك. فبيروح له الخادم وبيقول له ده اول موعد غرامي بينكم، ايه رايك تشتري لها خاتم هديه؟ فبيرد فيل وبيقول له طبعا موافق. وفعلا بنشوف البائع بيتكلم مع فيل وبيقول له انا جهزت لحضرتك افضل تشكيله عندنا، حاجه تليق بمقام حضرتك. فبيرد فيل عليه وبيقول له الخاتم ده ثمنه كام؟ فبيرد البائع وبيقول له 5000 قطعه ذهبيه. فبتتخض إليس وبتقول له لا انا مش عايز هديه غاليه بالشكل ده. فبيرد فيل عليها وبيقول لها ما تشغليش بالك بالفلوس. وفجاه بيروح ناحيه خاتم جميل وبيقول هو ده بكام؟ فبيرد البائع وبيقول له ده ب 300,000 قطعه ذهبيه. فبيتخض فيل من المبلغ وبيقول له ليه يعني؟ بيتكلم البائع وبيقول له الخاتم ده غالي لانه مصنوع من الاحجار السحريه. وبعدها بنشوف إليس بتتكلم مع فيل وبتقول له انت اخترت الخاتم ده لانك عارف انك هتستفاد منه، انت اكيد عارف انه بيخزن الطاقه السحريه مش كده؟ فبيرد فيل وبيقول لها لا انا ما اعرفش انه بيخزن الطاقه. بترد إليس وبتقول له امال اخترته ليه؟ بيرد وبيقول لها انا اخترته لاني حسيت انه هيليق عليكي. وبيسالها وبيقول لها ايه رايك نجرب كلام الراجل؟ فبترد إليس وبتقول له قصدك ايه؟ بيرد وبيقول لها الراجل قال ان احنا لما نستخدم السحر على الخاتم ده هينور. فبتوافق إليس وبتقول له تعالى. وفعلا بيجرب فيل وبيلاقي نور احمر طالع من الخاتم. وبعدها بنشوف هوينهايم بيتكلم مع الخادم وبيقول له ايه رايك في شخصيه فيل؟ بيرد الخادم وبيقول له هو ذكي ونبيل وشخصيته غريبه عن اي شخصيه لانه كان بيعامل القديسه إليس على انها واحده عاديه. وبنشوف إير قاعد بيتكلم مع لويس واينا وبيقول لهم ايه عملتوا ايه في خطه اغواء فيل؟ بترد لويس وبتقول له ما تقلقش احنا لسه بنحاول. ومره واحده بتظهر إليس وبتقول لهم انا عايز اسالكم عن فيل. فبيتخض إير وبيقول لها فيل لسه رايح للقلعه. فبتتكلم إليس وبتقول له لا انا عايز اسالكم سؤال تاني. وبعدها بنشوف الامير بيتكلم مع فيل وبيقول له انا عايزك تقتل تنين. بيرد فيل وبيقول له تحت امرك يا مولاي. وبنروح نشوف وارن بيتكلم مع برانتاغ وفيل وبيكونوا بيتكلموا عن مشكله نقص الغذاء اللي موجوده في العاصمه، بس فيل بيقاطعه وبيقول له انتوا عايزيننا نخلص على التنين لوحدنا؟ فبيرد سمو الامير على فيل وبيقول له ما تقلقش انتوا هتكونوا 3. ومره واحده بيدخل الساحر الثالث وبيقول لهم انا سعيد بلقائكم. فبيستغرب برانتاغ وبيقول
وبيقول له انت بقى الساحر التالت يا ارمستر. بيرد ارمستر وبيقول له اهلا بيك يا برانتاغ، انا فرحان لاني شفتك مره تانية. وبيبص على فيل وبيقول له انت اكيد الشاب قاتل التنين. وبيروح يقعد قدام سمو الامير وبيقول له انا عايزك تعتمد علينا لاننا هنتجه للمنطقه دلوقتي وهنهزم التنين. وبعدها بنشوف ارمستر بيتكلم مع فيل وبرانتاغ وبيقول لهم احنا دلوقتي في الطريق، واول شيء هنعمله هو الذهاب للحاميه العسكريه اللي موجوده على الحدود عشان هنحط هناك الخطه ونقوم بالتجهيزات اللازمه. وتاني شيء هنروح نقتل التنين. وبعدها بنشوف إيريخ بيتكلم مع إيرو واصدقائه وبيقول لهم في رساله جت من القلعه بتقول ان فيل راح لمنطقه بالقينيا عشان يقتل التنين. بترد اينا وبتقول له ازاي هيروح لوحده، لازم يكون معاه جيش. فبيتكلم إيريخ وبيقول له احنا بنحاول نجهز جيش مؤقت عشان نبعته. ومره واحده بيسمعوا صوت الناس خارج القصر وبيقولوا احنا لازم ننضم للجيش. فبتستغرب لويس وبتقول لهم هم الناس دول جايين عشان ينضموا للجيش مش كده؟ فبيرد إيرو وبيقول لها ايوه انا حاسس ان دور القائد هيكون صعب. فبيتكلم إيريخ وبيقول له انت هتكون القائد لانك تابع لفيل. فبيتخض إيرو وبيقول له لا انا مش هعرف اتولى القياده. وفجاه بترد اينا وبتقول له ما تقلقش احنا هنكون معاك، هتلاقينا في ظهرك. وفعلا بنشوف إيرو وهو راكب الحصان قدام الجنود. وبعدها بنشوف اينا بتتكلم مع إيرو ولويس وبتقول لهم انا حاسه اننا في خطر. فبيرد إيرو وبيقول لها ما تقلقش وانها حاسه بكده بس لان دي اول مره تدخل معركه. بترد لويس وبتقول لهم انتوا نسيتوا ان فيل كان اول مره يخوض معركه لما قتل التنين. وبتظهر إليس وبتقول لهم انا اسفه عشان جايه لكم في وقت متاخر. بيرد إيرو وبيقول لها وايه اللي جابك هنا؟ بترد وبتقول له انا جيت لان الكهنه امروا بتجميع الناس اللي بيقدروا يستخدموا سحر العلاج. وبتسالهم عن فيل. بترد لويس وبتقول لها فيل قال انه هيخيم بالقرب من عرين التنين. وبعدها بنروح لتاني يوم وبنشوف ارمستر بيتكلم مع فيل وبرانتاغ وبيقول لهم يلا بينا عشان القتال هيبدا. وبيهجم على التنين بكل قوته. فبيستغرب فيل وبيقول له هو احنا جينا معاه ليه؟ ده مش محتاج حد. فبيرد برانتاغ وبيقول له هو فعلا مش محتاج حد لكن قوته بتخلص ولازم انت تساعده. وفعلا بيحضر فيل قوته وبيحدفها على التنين والحمد لله بيقدروا يتخلصوا منه. وبنشوف الحارس وهو بيجري على إليس وإير وإينا ولويس وبيقول لهم في اخبار كويسه وهي ان فيل وباقي الحراس قدروا يتخلصوا من التنين. وبنرجع تاني نشوف فيل وهو بيجمع العظام في الحقيبه السحريه. وبعدها بنروح نشوف إليس وهي بتعالج الجنود. وبعد ما بتخلص بتخرج تقعد لوحدها ومره واحده بيناديها الحارس وبيقول لها انا سمعت انك مخطوبه لقاتل التنين. بترد إليس وبتقول له هو فيل كويس. فبيتكلم الحارس وبيقول لها ما تقلقيش هو دلوقتي في امان وعايز اقول لك انه اقوى شخص شفته في حياتي لانه ساعد ناس كتير جدا على هزيمه الوحوش. فبتفرح إليس جدا وبتفتكر ذكرياتها مع فيل. وبعدها بنروح لتاني يوم وبنشوف إليس وهي بتجري على فيل لكن اول لما بتشوفه بتقع على الارض. وبعدها بنشوف فيل وهو بيفوق إليس وبيقول لها انا كنت قلقان جدا عليكي. بترد إليس وبتقول له ما تقلقش عليا انا كويسه. فبيقوم فيل وبيقول لها انا هروح اجيب لك ميه عشان تشربي. فبتمسك إليس ايده وبتقول له انا فرحانه لانك لسه بخير وعايز اقول لك اني بحبك جدا. ومره واحده بنشوف ارمستر بيجري على إليس وبيقول لها انت قلقتيني عليكي يا بنت اخويا. فبيستغرب فيل وبيقول له بنت اخوك ازاي؟ فبيرد برانتاغ وبيقول له انت ما تعرفش انها تبقى بنت اخوه. وبعدها بنروح نشوف فيل واصدقائه وهم بيرتبوا البيت وده عشان هم قرروا انهم هيعيشوا في العاصمه. وبتظهر إليس وبتقول له انا جبت لك الشيء اللي انت طلبته. فبيجري فيل وبيقول لها هات اشيله عنك. فبترد إليس وبتقول له انا عايز اسالك سؤال. بيتكلم فيل وبيقول لها اتفضلي. بترد إليس وبتقول له هو انت عايز تخطب اينا ولويس؟ فبيستغرب فيل وبيقول لها اكيد لا انا خاطبك انت. بترد إليس وبتقول له احنا عندنا هنا عادي انك تتجوز اكتر من واحده. وساعتها بتفرح اينا ولويس وبيقولوا له احنا عاوزين نتجوزك لعبه معاك يا ابن المحظوظه. ويا ترى ايه اللي مستني فيل بعد كده؟ احداث كتير مستنيها بحماس من نار واكيد انت متحمس زيي. فيلا انزل اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات وكمان اتاكد انك حاطط لايك للفيديو وده عشان تكون اول واحد يشوف اي فيديو جديد ينزل على القناه ان شاء الله. وطبعا مش محتاج اوصيكم اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله.